اللي بتعيشه دلوقتي ده نتيجة اختياراتك وقراراتك قبل كده، واللي هتعيشه بكرة والأيام الجاية هيبقى نتيجة اختياراتك وقراراتك دلوقتي. وأهلا بيكم من جديد في ركن هادي وكتاب، ومكملين مع بعض كتاب فن اللامبالاة، وهنتكلم النهاردة عن الجزء الخامس بعنوان أنت في حالة اختيار دائم. وهنبتدي بقصة. القصة دي كانت قصة ويليام جيمس. ويليام كان طفل عنده مشاكل صحية كتيرة جدا، ومشاكل كلها خطيرة. عد معايا كده: مشاكل في العين خليته يعيش فترة طويلة جدا من طفولته ومش بيشوف خالص. مرض خطير في البطن مخليه طول الوقت ماشي على نظام غذائي قاسي جدا. مشاكل في السمع، وتشنجات في الظهر بتخليه عاجز عن الحركة بالأيام. وطبعا بسبب المشاكل دي كان نادر ما بيروح المدرسة، فكان بيستغل وقته في البيت في الرسم، وكان فاكر نفسه موهوب فيه، ولكن ما كانش حد تاني شايف كده غيره، لأنه فعلا ما كانش موهوب ولا حاجة. ويليام كان من عيلة غنية جدا، ومن العائلات اللي ما بتقبلش بالفشل أبدا لولادها. كان أخوه الصغير روائي مشهور، وأخته كانت كاتبة. فقرر أبوه إن ينقذ ابنه من الفشل، واستغل علاقاته، وبالواسطة دخل ابنه جامعة هارفارد. ومش بس كده، ده كمان هيدرس الطب، وقال له دي فرصتك الأخيرة، ولو فشلت فيها فانت كده مفيش فيك أمل. ويليام ما كانش شايف نفسه في الطب أبدا، وكان دايما بيقول لنفسه: شخص زي كده بالمشاكل الصحية اللي عندي دي كلها ومش قادر أساعد نفسي، إزاي هعرف أساعد غيري؟ وبعد فترة في الجامعة وكانت كلها فشل، قرر إنه هيسيبها، وحتى من غير ما يواجه أبوه. وقرر إنه هيسافر مع مجموعة من الشباب في بعثة لغابات الأمازون. السفر في الوقت ده ما كانش سهل أبدا، وبالذات لشخص عنده المشاكل الصحية دي. وأثناء السفر تعب جدا، وكل الأمراض اللي كانت عنده قبل كده رجعت له تاني، لدرجة إنه بقى عاجز عن الحركة تماما وهو أصلا لسه في الطريق. الناس اللي معاه طبعا مش هيقعدوا جنبه، كملوا رحلتهم وهو بقى لا عارف يرجع ولا عارف يكمل. وبعد فترة رجع بلده، وفي الوقت ده كان وصل سن ال30، وحياته واقفة تماما ومفيش فيها أي إنجاز. دخل في حالة اكتئاب شديدة، وصل به الحال إنه يفكر إن ينهي حياته. وفي يوم كان بيقرأ محاضرة للفيلسوف تشارلز بيرس، وألهمته إنه يحط خطة لنفسه، بإنه هيدي لنفسه فرصة سنة كاملة، وخلال السنة دي هيعتبر نفسه مسؤول تماما عن أي حاجة في حياته مهما كان سببها، وإنه هيعمل كل اللي في وسعه عشان يغير الظروف اللي هو فيها، حتى ولو كان احتمال فشله كبير جدا. وخلال السنة دي لو مفيش أي حاجة اتغيرت، يبقى فعلا هو مفيش فيه أمل. تفتكروا بقى بعد السنة دي إيه اللي حصل؟ بقى ويليام جيمس أب علم النفس الأمريكي اللي ترجمت أعماله لعشرات اللغات، وأصبح مدرس في جامعة هارفارد، وتزوج وأنجب 5 أطفال، واللي بقى واحد منهم كاتب. وبعد كده أطلق ويليام جيمس على حكايته دي اسم الولادة من جديد. وفعلا بيبقى في لحظة إدراك كده بيقف فيها الشخص مع نفسه، وبعدها بيتولد من جديد. انت ما تقدرش تختار ظروفك، ولكن تقدر تختار رد فعلك عليها واستجابتك ليها. تختار هتهرب ولا هتواجه، هتفضل مكانك ولا هتتعب شوية زيادة عشان تتغير وتغير من ظروفك. مهما كان الوضع اللي انت فيه، واللي ممكن ما يبقاش بسببك أصلا ولا ليك دخل فيه، بس انت المسؤول عن استجابتك ليه ورد فعلك عليه. وعموما انت طول الوقت بتختار، حتى في أبسط الأمور في حياتك. لما تسكت فانت اخترت تسكت، ولما تأجل حاجة فانت اللي اخترت التأجيل، ولما تفضل زي ما انت وما تتحركش خطوة فانت اللي اخترت كده. وانت اللي اخترت دلوقت انك تتفرج على الفيديو ده، وكان ممكن تختار حاجة تانية، وبعد ما تخلص هتختار هتعمل ايه وهتكمل يومك ازاي. وعلى فكرة ده بيحصل سواء انت مدرك ده او لا. يعني ابسط حاجة خالص، اي موقف بيعدي عليك بتختار انت هتفسره ازاي او هتشوفه ازاي، وبناء عليه بيبقى لك رد فعل. وحتى لو هتكبر دماغك ومش هتدي اي اهتمام، فحتى ده برضو اختيارك.
انت ممكن تكون بتمر بظروف صعبة، ظروف صحية أو حتى نفسية، بسبب حاجات عدت عليك ومش قادر تتخطاها، وكل الحاجات دي مش بسببك وملكش دخل فيها. بس في وسط كل ده انت لسه عندك اختيار، وانت المسؤول تماما عن رد فعلك اتجاه الحاجات دي. هتختار تستسلم ولا هتحاول وتتعامل؟ هتقف مكانك ولا هتاخد خطوة بسيطة لقدام؟ هتقفل على نفسك ولا هتطلب المساعدة؟ في البداية بس خليك عارف إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأيا كان اللي انت فيه، انت ربنا حاطط فيك القوة اللي تقدر تتعامل بيها مع ده. انت بس حاول. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن مع العسر يسر. مع العسر مش بعده، يعني في وسط أي ظروف صعبة أو تعب بيكون فيه لسه باب مفتوح، فدور عليه دايما وما تفضلش واقف مكانك. ومش لازم أبدا تغير كل حاجة، يكفي بس إنك تاخد خطوة وتغير اتجاهك للطريق الصح. بعد كده بيقول الكاتب: تخيل لو في يوم فتحت باب بيتك ولقيت طفل رضيع على الباب. انت ملكش أي دخل ولا ذنب في وجود الطفل ده، ولكن من اللحظة دي انت بقيت مسؤول عن أي قرار هتاخده اتجاه الطفل ده، سواء بقى هتاخده تربيه، هتوديه في أي مكان، أو حتى هتتجاهله وتعمل نفسك ما شفتوش. أي مشاكل هتحصل له بسبب قرارك هتبقى أنت المسؤول عنها، رغم إن ملكش ذنب أصلا في وجوده من البداية. وده بقى ينطبق على كل الحاجات اللي بتحصل لنا وما بتكونش بسببنا ولا لينا دخل فيها، لكن احنا المسؤولين عن استجابتنا ليها، وهنتعامل معاها ازاي، وهنكمل بعدها ازاي. يعني لو الوضع اللي انت فيه دلوقتي ده بسبب أشخاص في حياتك، أو حتى بسبب ظروف خارجة عن إرادتك وما تقدرش تغيرها، فانت برضو المسؤول، وانت اللي هتختار. هتفضل تلوم الظروف والناس وتوقف حياتك، ولا هتتحمل مسؤولية حياتك وتطلع نفسك من الوضع ده؟ انت اتأذيت، اعترف بالواقع زي ما هو كده، من غير تهويل ولا إنكار، وما تعيش دور الضحية وتفضل تقول أنا اتظلمت، أنا اتأذيت، لأن كل الحاجات دي هتزود من القيود اللي حواليك ومش هتغير أي حاجة. بالعكس، دي هتضغطك وهتعطلك ومش هتخليك تعيش بسلام. وخليك عارف إن في فرق كبير قوي بين اللوم والمسؤولية. اللوم ده بيبقى على حاجة حصلت خلاص، لكن المسؤولية هي اختيارك دلوقت. وعادي نلوم على الظروف أو على أشخاص اللي أذونا، ولكن هتفضل انت المسؤول عن أي حاجة بتحصل في حياتك. وفي النهاية انت عندك حرية الاختيار في كل حاجة في حياتك، وتقدر تغير في حياتك مهما كانت المشكلة اللي بتعاني منها. انت بس ركز عليها ودور على حلول. وأتمنى الفيديو ده يكون فرق معاك وتبدأ تاخد قرار أو حتى خطوة بسيطة في الاتجاه الصح. وبس كده يكون انتهى الجزء الخامس، وأتمنى أكون وفقت وعرفت أوصله بطريقة بسيطة، لأن الجزء ده من الكتاب مهم جدا بالنسبة لي وفرق معايا جدا، وحسيت إن عايزة أوصله لناس تانية ممكن تكون محتاجاه دلوقتي ويفرق معاهم. وبس كده، ولو وصلتوا معايا لحد هنا فأتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا ليكم، السلام عليكم.